استقبل دكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية والتنفيذية بديوان عام المحافظة الإخوة الأقباط لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالكنائس بمدينتي المنصورة وميت غمر، حيث قام المحافظ ومرافقوه بزيارة عدد من الكنائس، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقدوس وبلاد الشرقية والنائب البابوي لإبراشية المنصورة وتوابعه. وقال المحافظ: أتقدم بخالص التهنئة القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم، داعين الله عز وجل أن يمن على مصرنا الأمن والأمان، مؤكدا على أن الأديان السماوية جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام، ومشيرا إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعوبات. من جانبهم أعرب رؤساء الكنائس عن بالغ شكرهم لجميع المهنئين من قيادات المحافظة. الكل حاضر معنا لكيما نفرح سويا بميلاد السيد المسيح. فرحانين بوجودكم، ووجودكم زاد أعيادنا، بقى مش العيد، بقى أعياد كتيرة جدا. وزي ما معالي الوزير بيقول إن احنا بنسعد بوجودنا، أنا سعادتي لا توصف بوجود معاليك في وسطينا ووجود صاحبك الكريم لكيما نفرح سويا بعيد الميلاد وعيد المصريين الذي من خلاله نحيا ونتعلم السلام، نحيا ونتعلم الحب، نحيا ونعيش على أرض مصر، لأننا على أرض واحدة وتحت سماء واحدة.